السلام عليكم ورحمة الله حبايبي الغاليين، يا رب تكونوا بصحة وبألف خير. هعمل معاكم النهاردة بسكوت بقى اللي هو ما شاء الله عليه، الكوكيز الجميل التحفة ده اللي بمقادير بسيطة هطلعه في البيت أحلى حاجة. تحطيه كده يليق بضيوفك ويليق بيكي يوم العيد ما شاء الله. كفايه بس النظافه بتاعته، وكفايه ان هو طلع على فارش ولا اي حاجه، طلع جميل ما شاء الله عليه. شوفي رسمته زي ما حطيته في الصاج زي ما طلع، لان انا بعمله بتكنيك معين كده وبوصفات معينه. اتفضلي وتكون مشاهده سعيده عليكي، واتمنى انت ما تطلعيش من الفيديو الا لما تشوفيه كامل، وتحطي لي لايك واشتراك وتفعلي زر الجرس عشان تكونوا ضيوف عندي واكون ضيفه عندكم خفيفه ان شاء الله. اتفضلي يا حبايب قلبي. يوم جديد وطاقة إيجابية حلوة كده علينا وعليكم إن شاء الله. النهاردة بقى هعمل معاكم الكوكيز الجميلة اللي نخش نسمي ونصلي على رسولنا الكريم ونبدأ ونقول بسم الله. مقاديرنا كل كوباية سمنة عليها كوباية من السكر المطحون، طحنة في البيت شاريها جاهز براحتك. أنا عاملة مقدارين، يعني أنا مزودة المقدار عشان عيد وكل سنة وانتم طيبين. الحبايب بقى بيجوا كده، عاملة كوبايتين سكر عليهم كوبايتين سمنة، عليهم 4 حبات من البيض وعليهم فانيليا ما شاء الله. اهم حاجه تضربي السمنه والسكر مع بعض اهو. نزلي الفانيليا كده عشان ما ننسوهاش كده اهو، وتسيبيهم على جنب. ومعايا بصي المكونات ده هقول لك عليها عشان ما نتلخفنوش. اول حاجه هنزل بكوبايتين السمنه. بسم الله ما شاء الله. السمنه ده اهي انا مسيحاها وكنت حطاها في التلاجة لما تمسك شويه. نزلوا كل المقدار، وادي الكوبايه التانيه ما شاء الله. وبمضرب يدوي عادي خالص، عندك مضرب كهرباء اي حاجه المتاح عند حضراتكم اعملوا بيه، مش لازم يعني نقفوا يعني. المهم احنا نفرحوا عيالنا بكل حاجه في البيت. اصل احنا يعني ده مش هناكلوا لحمه في العيد، يعني اكلوا او نقدموا لضيوفنا لحمه مش هينفع طبعا. اهو كده اهوت. هبدا بقى انزل السكر بقى بالسمنه كده اهو، تضربي جامد. اهم حاجه تضربي السمنه بالمضرب، لو اليدوي بايديك اللي هو اليدوي ده او بالمضرب التاني ما شاء الله اهو. ننزلي بقى بعد ما تضربيه حلو خالص وتخليه زي القشطه كده، تقومي نازله بالسكر كده. بعد ما ضربت السمنه حلو خالص اهو، هنزل بالسكر. كوبايتين السمنه عليهم كوبايتين من السكر، تضربيهم بس تنزلي كل المقدار بتاع السكر، لان ده بيبقى من المقدار اهو. الكوبايه التانيه كده نزلت كوبايتين السكر، وهبدا بقى قلبي جامد لحد ما كله يندمج مع بعض. ما شاء الله كله بالمضرب اليدوي اهو، سهل خالص. هتبداي بقى تنزلي بيضه. البيض عليه فانيليا على فكره. انزل بقى بالبيضه اهو، بيضه كده عشان السمنه والسكر ما يفصلوش منك. كده خلاص. هنزل كمان اهي ببيضه كمان اهي، اللي اضربها اعملها كده عشان ما تفصلش مني. كده اخر بيضه كده ما شاء الله. ضربت البيض والسمنه والسكر لما بقت قشطه اهي كريمي خالص اهي. بصي بقى كل
مقدار سمنه حطي معلقه واحده زيت، معلقه واحده. انا عامله مقدارين، ادي معلقه وادي معلقه، مش اكتر يعني، بس مش هقول لك كتير ولا. نقلبي بقى، قلب بقى شويه الزيت مع المكونات دي كلها لحد ما يندمج مع بعض. طيب هعمل ايه بقى بعد كده؟ هنزل بمعلقه ممسوحه من الكربوناتو او كربوناتو الصوديوم بتاع الطعميه اللي احنا بنعمله به الطعميه. ليه بقى؟ طب ليه بتحطي الكربوناتو ده؟ هقول لك ليه. لان الكربوناتو بيدي مضغه جميله قوي للكوكيز، ومن ناحيه تانية بيديله تماسك ونعومه. ومعايا معلقه مش هملاها قوي اللي هو بيكنج باودر اهي، مش مليانه قوي يعني، معلقه صغيره ممسوحه. كل ده هتعمليه تضربيه مع بعض اهو، نيجي المكونات دي كلها مع بعضها، وهبدا انزل بالدقيق. خلاص انا كده الوصفه خلصت، الوصفه كده ما شاء الله خلصت. هبدا انزل بالدقيق اهو. الدقيق برده ما تنزليش بيه كميه يعني، انزلي حبه بحبه عشان ما تطلعش لابسه منك وترجعي تقولي يا لابسه ليه. لا، لو لينه في ايديا، لابسه مش في ايديا اهو. بسم الله ما شاء الله، في اتجاه واحد وما تطلعيش الهوا. حاولي ما تطلعيش الهوا، حاولي ما تطلعيش الهوا. عايزه تعمليه كله ابيض فانيليا اعملي، عايزه تعمليه نصه كده ونصه كده براحتك. هبدا بقى اشيل الاسباتولا كده. خلاص انا عايزه احس بملمس العجينه في ايديا، اشوف عايزه دقيق مش عايزه كده. وانا هنقص حته صغيره خالص عايزه احط فيها كاكاو. وكده انا ما لبستهاش قوي، لان انا بقى هقسم نصها او حته منها. انا ما بحبش الشوكولاته قوي، بس عيالي بقى اللي بيحبوها. انا بحب بصراحه الفانيليا، بحب الفانيليا اكتر اهو. خلاص دي مش هحط فيها دقيق بقى كده، دي بقى هزودها فيها دقيق، والتانية هزودها كاكاو خام. كاكاو خام. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة الا بالله. كل سنة وانتم طيبين، تاكلوه في الهنا، تاكلوه في الهنا يا رب. دي بقى ما تحسبولهوش، اعمليه ازاي؟ لما العجينه تلاقيها لمت في ايديكي وبقت حلوه، ما بتشققش ولا اي حاجه، اعرف ان هي خلاص بقت حلوه. كده خلاص. البيضه اللي هي الفانيليا هلمها اهو بايديا كده واشوف هي عايزه ايه. هي مشققه ما شاء الله، هي كده 100 100. هاخد بقى اللي هي التانيه اللي هحط عليها الكاكاو، وانا سايباها لسه مزودتهاش دقيق. هحط عليها الكاكاو الخام لحد ما تعوزي اللون اللي انت عايزاه. شوفي انت عايزه توصلي لاهل لون غامقه فاتحه زي ما حضراتكم عايزين. وكده حطيت الكاكاو اهي ما شاء الله. بصي بقى عشان تعرفي ان العجينه حلوه معاكي، تعملي بص امسكيها كده، ولو عملتها كده لقيتها بتشقق يبقى هي كده عايزه عايزه دقيق. انا هعملها قدامك اهو، هي كده جميله خلاص كده 100 100. طيب والتانيه اللي هي الفانيليا هتشوفيها برضو، ومعايا الشوكليت شيبس اهي. هاخد برضو قطعه كده اهي، تلاقينها بين كفوف ايدك كده جميله زي العسل. هتقومي بس عايزه تعمليها عشوائي براحتك، عايزه تعمليها بايديكي كده زي ما حضرتك عايزه، بس عشوائي بصراحه بتاخد يعني كميه كتيره كده وما تطلعش شكلها حلو في الاخر. انما لما تظبطي الشكل كده شوفي طالعه منسقه كده، طالعه شكلها جميل، وتاكلوه في الهنا يا رب. وهتنزلي في صاج مش مدهون اي حاجه، وعايزاكي تعملي صفه من اللي هي شوكولاته اللي هي الكاكاو وصفه من البيضه. ليه بقى؟ عشان اللي هيبين لك الطياب صح هو الفانيليا اللي هو الابيض ده، انما اللي هو بالكاكاو ما تعرفيش طيابه قوي زي ما تحطي معاكي حبه كده وحبه كده.
هعمل صفه كده وصفه كده. هوريكي، بصي هوريكي ايه الرسمه لو عملناها عشوائي، شوف هتاخد قد ايه، ومش هتطلع منسقه زي ما قلت لحضراتكم. هسيبها برضو هوريكي شكل ايه اللي انا بعملها مرتبه كده. اهي بصي اهي كده اهو. شوفي انا مقربه الكاميرا خالص اهو، مقربه الكاميرا عشان ايه تشوفيه خالص على الطبيعه. جميل وريحته تحفه تحفه كده اهو. وما تفردهوش قوي وانت بتعمليه، لان هو فيه بيض وفيه بودر وفيه حاجات، فهو هياخد قاعده لنفسه. يا دوبك انت بس بتلينيه بين ايديكي كده اهو، وتسويه بين كفوف ايديكي كده اهوت اهو. ما شاء الله كده اهو اهو. وهتقومي ايه عامله الشوكليت شيبسي كده. ولو عايزه تحطي شوكليت شيبسي برضو في الابيض ده بيبقى جميل برضو اهو كده. خلاص انا خلصت الصفه الاولانيه، هعمل صفه من اللي هي ايه البني ده اهي، اللي هي الكاكاو. بس ما تكبرهوش عشان لما يفرش معاكي شويه ما يبقاش كبيره قوي، تبقى حلوه كده اهي. اهو ما شاء الله شكلها جميل ازاي. ليه بقى؟ لان ايه انا مظبطه الحجم بتاعها. هعمل صفه كده وصفه كده واخلص يعني الكميه واوريكي ايه في الاخر. وكده ما شاء الله بعد ما شكلت وخلصت اهوت السجان، هبدا بقى ادخلها الفرن على درجه حراره 160 من تحت، ولع النار من فوق لو احتاجت. ما احتاجتش وشها خد لون اصفر خالص من تحت ومن فوق، وتقوم بقى مطلعاه وما تنشفوش في الايه في الفرن. اما يطلع هوريكم بقى شكله النهائي. وبكده اكون خلصت وصفتي النهارده، وصفه الكوكيز الجميله، كوكيز العبد العسل اللي عاملينه بمقادير كده وتريكات في الفيديو انت شفتيها طبعا. ما شاء الله عليه شويه كوكيز جميل. وكده اكون خلصت وصفتي، ومع الف سلامه ومع فيديو تاني.